ومن سحر المسرح إلى سحر الكلمة المنظومة، الكلمة الشعرية والصورة الشعرية من خلال نشاط نظمه المركز الثقافي المصري. هي أمسية شعرية نسائية 100% حملت عنوان عودة الروح، وقدمت خلالها الشاعرتان آسيا رباحي وإيمان الونطادي مختارات من أجمل قصائدهن بتيمات مختلفة عكست الثراء الأدبي للمرأة المغربية. وحول مشاركتها في هذه الأمسية نستمع إلى الشاعرة إيمان الونطادي. ديوانان، الديوان الأول نشر بسنة 2010 في الحلم والنشوة عابرة، ثم الديوان الثاني 2013 أمهلني بعد العبث. وأنا جد سعيدة بتواجدي هنا ومشاركتي، وأتمنى أن تكون مشاركة فعالة وتلقى استحسانا من الجمهور. وما جديد